الزمالك ملك التفويض، عملوها قبل كده وبيعملوها تاني قدام بيراميدز امبارح. بيراميدز بتفوز على الزمالك 1-0 في الدوري المصري. الفرق بينها وبين النادي الاهلي نقطتين، زي ما احنا عارفين الاهلي فاز على سيراميكا 1-0، بيراميدز فاز على الزمالك النادي الوضيع 1-0 برضه. علي العوض وبن العوض. ده حل لعيبه الزمالك. ايه عواد؟ بعت عواد لصالح مين؟ وصالح كام؟ حسبي الله ونعم الوكيل. المهم يعني الزمالك كالعاده بيفاجئنا ان هو ملك التفويض تاني. هو كان لما احنا بنعمل نفسنا ان احنا متفاجئين، لا ما زال ان في جمهور منهم ان هو طالبهم ان هم يفوتوا على الكونفدراليه بقى الاوروبيه. بدل ما تحارب انك توصل دوري ابطال اللي انت ما وصلتوش من 2020 او 21، لا بيحارب علشان يوصل الكونفدراليه. عقليات، عقليات. وفي الاخر الاهلي هياخد الدوري ان شاء الله. طبعا مش محتاجين نقول ونمدح ونتكلم في لعيبه الاهلي او كده او كده، انتوا لعيبه كبار ان شاء الله تفوزوا بالدوري ان شاء الله. يعني تعدوا الصعوبات اللي مستنيانا واللي احنا قدامها. انت اصلا داخل تلعب البنك الاهلي، فماتش مش سهل. البنك الاهلي السنه دي كويس، معاهم مدرب محترم، عاملين موسم كويس. فمعانا كده عشان اليومين الجايين دول هتكون براحه وبراحه.